كويسة. عاملة إيه؟ الحمد لله، أنتِ عاملة إيه؟ الحمد لله تمام والله، أنتِ أخبارِك إيه، كويسة؟ كويسة الحمد لله. الحمد لله. تمام يا شهد، عرّفينا بس بنفسِك كده وعرّفي الناس أنتِ مين؟ أنا اسمي شهد مصطفى، إمم. عندي 21 سنة، إمم. بادرس في حقوق إسكندرية. ما شاء الله، يعني خلّصتِ والّا لا، لسه؟ لسه بادرس. لسه بتدرسي في سنة كام أنتِ؟ تانية. تانية. حلو جدًا. طيب يا شهد، بما إننا النهارده الفكرة بتاعتنا يعني معتمدة على فكرة الحجاب والخمار والبنات اللي أخدت برضه خطوة النقاب. فأنا عايزاكِ كده بقى إيه تحكي لنا، تقولي لنا إزاي بدأتِ بقى الموضوع ده، يعني احكي لنا كده بدأتِ إزاي؟ الفكرة جات لِك إزاي؟ هو الموضوع بدأ من 3 سنين، أنا إمم. كان الأول لبسي مش محتشم تمامًا، إمم. و وكان علاقتي بالقرآن بعيدة خالص، كان إمم. هو علاقتي بالقرآن مقتصرة في الختمة بتاعة شهر رمضان مش أكتر. إمم. فحد رشح لي إن أنا أبتدي إن أنا أتدبّر القرآن وأفهم يعني معانيه وكده، فلمّا بدأت إن أنا أتدبّر، بدأ يبقى في علاقة ما بيني وبين ربنا، وبدأت إن أنا أحبه أكتر، إمم. وبدأت إن أنتِ أنا كل ده وأنتِ مش يعني يعني لأ، كنتِ لابسة لأ مش كنت حجاب؟ بشعر كنتِ بشعر. آه، فبدأ بقى إن هو يبقى في علاقة مع ربنا وكده، وبدأت إمم. إن أنا أحبه، فبدأ أي أمر عامةً مش الحجاب بس يبقى إمم. سهل عليَّ وأبقى حابة صح. إن أنا أعمله أيوه، وكده، أيوه. تمام. بس. جات لِك بقى من هنا الفكرة إن أنتِ تلبسي كحجاب اللي هو الطرحة العادية دي، لإن صح؟ أنا أصلًا ما كنتش أعرف وقتها إن يعني الخمار هو الفرض، يعني كان إمم. بالنسبة لي الطرحة بس هي إمم. اللي فرض، إمم. عشان أنا كنت بعيدة زي ما قُلت لِك يعني، فما إمم. كانش عندي أنتِ بقى خبرة. لبستِ الطرحة دي وأنتِ بقى كان عندِك كام سنة وقتها؟ يعني من 3 سنين حوالي 19 كده. حلو جدًا. تمام. طيب، عايزاكِ برضه تقولي لي رَد بقى فعل أهلِك لمّا خدتِ خطوة الحجاب اللي هو العادي، يعني أنتِ واجهتِ ده إزاي، قالوا لِك إيه؟ هو أهلي كانوا يعني مش حابين الفكرة أوي، لإن يعني التغيير كان فجأة جدًا، يعني اللي إمم. هو ما فيش أسبوع من بعد ما أنا بدأت إن أنا أتدبّر القرآن، كنت حابة بقى إن أنا يعني ألبسه، إمم. فهُم كانوا متفاجئين وكانوا حاسين إن أنا ممكن أرجع يعني خطوات لورا، إمم. فما كانوش يعني قالوا لي استني شوية وكده، ما كانوش حابين يعني إن أنا آخُد الخطوة بالسرعة دي. إمم. بس لكن يعني كان في ناس من قرايبي كانت مشجعاني جدًا، وكانوا إمم. حابين يعني إن أنا آخُد الخطوة. أنتِ يعني ليكِ إخوات والّا أنتِ بس ليّا أخوات أصغر مني، محجبات برضه والّا أنتِ اللي كنتِ بس فيهم محجبة؟ كانوا وقتها مش محجبات، بس دلوقتي يعني في منهم إمم. اتحجب الحمد لله. طيب خطوة بقى الخمار اللي بعد بقى الحجاب دي، يعني دي جات لِك برضه على طول والّا أنتِ خدتِ وقت عقبال ما خدتِ الخطوة بتاعة الخمار دي؟ هي جات بعدها يعني بحوالي شهر ونُص كده، إمم. لمّا بدأت بقى أفهم في الدين أكتر وأفهم إن الخمار هو الفرض. إمم. بس فكنت حابة إن أنا يعني أعمل الفرض، لإن كنت حاسة وقتها طَب أنا استفدت إيه وأنا مثلًا لابسة طرحة وكده و بس هتيجي تقول لِك مثلًا إيه، يعني هو كده إحنا عارفين طبعًا إن ده فرض، بس هتقول لِك طب هو عشان فرض فالبس خمار؟ طب ما أنا ألبس طرحة واداري بقى الجزء اللي هو ده، أصل في بنات كتير بتبقى عايزة تاخد الخطوة بس تقول لِك بس ما البسش خمار، ألبس طرحة واطوّلها مثلًا شوية، أنتِ فاهمة أنا الفكرة؟ فاهماكِ، بس هو شروط الحجاب معروفة، يعني ما ينفعش إن إحنا مثلًا نصلّي الضهر 3 ركعات بدل 4 ركعات، إمم. فلازم الحاجة اللي ربنا طالبها مننا نعملها يعني زي إمم. ما هو طالبها بالضبط. أيوه، أيوه فاهماكِ. تمام. طيب أنتِ دلوقتي لمّا لبستِ الخمار، حسيتِ بفرق ما بينه هو والحجاب والّا هو نفس الإحساس؟ لأ أكيد الخمار جهاد أكبر كتير يعني، إمم. وخصوصًا أنتِ مثلًا لمّا تلبسي خمار وكده، هو برضه يعني بيلزمِك بحاجات تانية، زي مثلًا إن أنتِ إمم. لازم تلبسي لبس واسع، ما ينفعش إن أنتِ تلبسي خمار على بنطلون أو كده، إمم. فهو إمم. بيجيب مع بيحكّمِك إن بيجيب أنتِ، معاه حاجات تانية. لكن الطرحة عادي إحنا كنا دايسين في بنطلونات بالضبط. والدنيا معانا هيصة يعني، فتحسّي إن هو آآ عايز على طول فضفاض بقى، جِيَّاب ما أعرفش إيه، غير وإحنا لابسين الطرحة العادية، صح؟ بالضبط، أنتِ كمان بتتحكمي في نفسِك، يعني أنتِ إمم. لو أنتِ لابسة طرحة، أنتِ مش هتقدري إن أنتِ تتحكمي في نفسِك، هتلاقي نفسِك يعني بعد فترة بتُقعي غصبٍ عنِّك، لكن إمم. هو بيلزمِك إن أنتِ لأ، مش هتقدري إن أنتِ تلبسي إمم. خمار على بنطلون. وطيب برضه رَد فعل بقى أصحابِك إيه أمّا لقوكِ برضه أنتِ بالخمار، إيه ده طب مش أنتِ كنتِ محجبة طب خليكِ بالحجاب، يعني اتعاملتِ إزاي مع الموضوع ده؟ هو لإن في بنات برضه يعني بيقابلوا الموضوع ده بصعوبة، لأ أنتِ بطرحة أحلى، لأ الخمار مكبّرِك، لأ معجّزِك، طبعًا قابلنا تنمر بالضبط. كبير.
هو أول ما لبست الخمار يعني قالت لي صريحة كده: "لأ أنتِ البسي لبس شيك لإن ده يعني شكله مش شيك." إمم، فأنا فهمت وقتها إن ده كان اختبار، يعني ربنا بيقول: "حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون." إمم، فلازم هتختبري في الحاجة صح، اللي أنتِ بتعمليها. إمم. فبس كان يعني أكيد اتضايقت وقتها، بس اتعاملت مع الموضوع عادي، يعني إن هو اختبار وإن ربنا بيختبر صدقي في الخمار. أنتِ كده بقى لِك قد إيه مختمرة؟ يعني حوالي سنتين ما شاء أو الله. 3 سنين. ما شاء الله. طيب مين ساندِك أو شجّعِك؟ طبعًا الأهل فيه منهم طبعًا بيبقى أول الدعم لينا، بس في ناس تانية إن مثلًا كان في واحدة تقول لي: "أنا عايزة ألبس الخمار بس أهلي مانعينّي، أصلي مش هيعطّلِك عن الجواز، أصلي الشغل، أصلي فرص هتضيع منِّك، أنتِ هتعجّزي نَفْسِك." فأنتِ عايزاكِ تقولي لهم يعني للبنات لو أي واحدة فعلًا بتاخد الخطوة دي إزاي بقى إن هم يواجهوا ده، سواء بقى مع أهلهم أهم حاجة طبعًا، يعني سيبِك بقى من الصحاب والدنيا دي برّه، يعني ما لناش دعوة بيهم، أهم حاجة الناس اللي جوّه، لإن هو ده يعني بيبقى أول عائق ممكن يخلّي البنت ترجع خطوة لورا، فأنتِ تقولي لهم إيه؟ هو أكيد الخمار مش هيمنعِك من شغل أو من جواز، لإن هو لو منعِك من حاجة زي كده، يبقى دي مش خير ليكِ، لإن أنتِ إمم، يعني لو حد منعِك إن أنتِ تعملي حاجة ربنا فرض عليكِ أو دي فيها طاعة لربنا، يبقى الحد ده مش كويس أو الحد ده مش بيحبِّك، فإن الخمار يمنعِك من ده، يبقى هو يعني الحاجة دي في الأساس مش كويسة ليكِ، فالخمار بيحميكِ مش بيمنعِك. وربنا مش هيفرض علينا حاجة هيكون فيها ضرر لينا أو هتكون فيها بتأذينا. طَب أنتِ كشهد حاسة إن هو حماكِ من إيه؟ حواليهم حاجات كتيرة بصراحة، يعني فكرة برضه إن هو أنا كان عندي فكر غلط إن الحرية دايمًا في إن أنا ألبس براحتي وكده، وفهمت إمم، بعدها إن لأ، الحرية في الخيار، إن أنا أبقى لابسة وأنا الحرة في جسمي أقدر، يعني مين يقدر يشوف منّي إيه، فاهمة؟ إمم، لكن يعني لو أنا يعني لابسة لبس مش محتشم وكده، وأي إمم، حد يقدر يشوف منّي أي حاجة، فأنا كده ما بقيتش حرة في جسمي، فاهماني؟ بس. فاهماكِ أيوه صح. طيب يعني أنا مثلًا واحدة من الناس برضه أمّا لبست الخمار كان الداعم الأول والأخير أختي ومامتي. الناس بقى يعني كانت بتقابلني بقى يعني أنا يعني بقى لي سنتين لابساه، يعني شهر 9 اللي جاي ده هاقفل السنتين يعني اللهم لك الحمد، فلمّا لبسته برضه يعني تنمر غير عادي من الناس بقى اللي برّه، ويمكن والله العظيم يمكن حاجة هاقولها غريبة، أكتر ناس اتبسطت وفرحت البنات اللي مش محجبة. يعني فرق فاهمة، يعني فرق شاسع. طَب إيه ده؟ يعني أكتر تنمُّر جالي من مش كلّهم طبعًا، بس اللي هو الصدمة، إيه ده؟ لأ الطرحة الأول كانت أحلى، لأ شكلِك كده غريب، لأ كبرتِ، لأ مش عارفة طبعًا في الأول الشيطان بيفضل بقى يدخل لنا من النواحي دي، ففي الأول أنا مرّيت بمرحلة صعبة برضه، اللي هو ما بين طَب أرجع، طَب خلّيني زي ما أنا، طَب ما أعرفش إيه، ما كانش في حد في الأول مخلّيني أبقى جاهزة لده. إمم. هي الموضوع جه صُدفة، فاهمة قصدي؟ أنا كنت بافكّر فيه من سنتين، بس أنا يوم ما خدت القرار طلبته على طول، أنا عايزة دلوقتي ألبس الخمار خلاص، مش ودي عايزة أضيّع أحسن حاجة الفرصة دي. بجد، أنتِ لو كنتِ سِبتِ نفسِك للشيطان كان هيخلّيكِ تترددي بعد كده. يعني أنا باتكلّم في إيه، إن في مثلًا بنات بتقعد تقول لِك إيه، أصل أنا ما عنديش هالبسه ليه، أستنى أمّا أحوّش وأجيب خمار، بالضبط. أصلي لمّا آخُد القرار، أصلي لسه مش مقتنعة، كل دي حاجات أيوه. بتخلّينا دي إن كلّها إحنا خطوات شيطان عامةً علشان إمم، يخلّيها ترجع، لكن هي لو فكّرت بأي حاجة حرفيًا حتى الطرح العادية أنتِ تقدري إن أنتِ إمم. تعمليها خمار عادي، تقدري إن أو أنتِ حتى تلفّيها. ممكن تبدأ واحدة، واحدة، يعني بالضبط. اللي هو لو مثلًا طرحة عادية بعد كده ما أعرفش توسّع اللبس، بعد كده الموضوع بييجي بالراحة برضه، فاهمة قصدي؟ مش أيوه. اللي هو صاروخ على طول، أيوه. يعني مثلًا في بنات تقول لي: "طب كنتِ البسي النقاب أحسن." أيوه. لأ صعبة، يعني أنتِ لو أنتِ حابة في الخمار ناس دلوقتي. قادرة تعمل كده، ولكن أنا مش قادرة، يعني أنا برضه يعني في ربنا حاطط لكل حد حاجة هو قدّها، ما ينفعش إن أنا ألبس النقاب وفجأة أرجع تاني لنقطة الصفر أبقى بشعري، بالضبط. ف فكل واحد غير التاني يعني. طيب أنتِ كشهد بتفكّري برضه في خطوة النقاب والّا لسه إيه؟ أكيد، إمم، عايزة يعني حاباها تلبسيه، جدًا. أيوه. إمم. طيب أنتِ بقى يعني كلميني عن الstyle بتاعِك، بتجيبيه منين؟ يعني بدأتِ أول قطعة جبتيها كانت منين بالضبط أو من brand إيه؟ من براند سام حجاب اللي هو آه، في عارفاه، في رشدي.
كان يعني دي كانت أول مرة يعني أنا ما كنتش عارفة أصلا يعني إمم، لبس المحجبات بيتجاب منين، إمم، فحد رشحها لي وكده وجبت منها كذا حاجة إمم، وفضلت بقى فترة فعلا يعني ثابتة عليهم لأن أنا كان لبسي كله قبلها ما ينفعش تماما، أيوه، فاهمة؟ فبس لحد بقى بدأت إن أنا أنوع بقى في لبسي. إمم. أنا عايزة أقول لِك أنا كنت جايبة خمار، وكان عندي فستان، فضلت بيهم رايحة جاية. بالظبط أيوه. اللي هو مش مشكلة، عادي يعني مش هاوقّف الموضوع عشان خاطر قطعة واحدة من الخمار أو بالظبط، كده، فمشّيت نفسي بيه. فده مش عائق أبدا. يعني في بنات بقى يعني برضه زي ما قُلت لِك بتبقى مأجّلة الموضوع علشان موضوع اللي هو هاجيب منين، أجّل، بتاع، ما أعرفش إيه، فأنتِ شايفة لأ، يعني باللي موجود عادي يسِد الغرض والبسيه وعادي ما فيش أي مشكلة. بالظبط، انت متضمنيش نفسِك الفكرة دي هتجيلك تاني امتى. صح، وتستغلّي على طول أيوه بالظبط. الفرصة. طيب شهد بعد بقى ما إحنا أخدنا خطوة الحجاب، خطوة الخمار، عايزاكِ بقى تقولي لي بعدها حياتِك شايفاها اتغيّرت والّا لأ، وأنتِ فعلًا خدتِ القرار الصح والّا كان لأ؟ لأ أكيد، أكيد القرار الصح غيّر حياتي بقى من كل النواحي. إمم، كل حاجة، حتى البيئة اللي أنا كنت فيها صحابي كلّهم اتغيّروا، كل حاجة اتغيّرت. إمم، يعني لمّا لقيت مثلًا إن أنا في ناس بتأثّر عليَّ بالسلب، وفي إمم، ناس مثلًا بتخلّيني أرجع خطوات لورا، بدأت إن أنا أسطّح مثلًا العلاقات معاها وكده، إمم، وبدأت إن أنا يعني آخُد بالي مثلًا من حاجات ما كنتش باخد بالي منها حلال أو إمم، حرام. وبقيت باحس إن أنا يعني وأنا ماشية في الشارع لابسة خمار وكده كأن أنا يعني رسالة للدين و بتحسّي بوصول إن أنتِ مميّزة، صح؟ أيوه تحسّي إحساس كده إن أنتِ لمّا بادخل مكان يعني أنا لابساه عشان ما تبصّوش برّه، بالضبط. بابُص فين ليه أعمل لكم أختفي؟ وتحسّي الناس بتحترمِك زيادة، وهو أصلًا بيحميكِ يعني إمم، من أيوه أي حاجة. صح. فأنتِ شايفة إن ده قرار عمرِك ما هتندمي عليه، صح؟ الحمد لله. بتتمني إن أنتِ كان من زمان تاخدي القرار ده، صح؟ بالضبط، الحمد إمم. لله. طيب صحابِك دلوقتي أنتِ بتتعاملي معاهم إزاي مثلًا اللي لسه ما خدتش الخطوة، بتيجي مثلًا حد يستشيرِك يقول لِك عايز مثلًا ألبس الخمار رأيِك إيه، أعمل إيه، أبدأ إزاي، بتنصحيهم بإيه أو تقولي لهم إيه؟ بانصحهم بالحاجات اللي ساعدتني، و وبابعت لهم مثلًا podcast أو أي فيديوهات باحس إن هي إمم، فرقت معايا يعني وقتها، وبانصحهم طبعًا بتدبُّر القرآن، لإن هُم لو بدأوا فعلًا يعني يفهموا القرآن وما يخلّوش القرآن مجرد قراءة، لأ يعني إمم، يبتدوا إن هُم يتعرّفوا عن ربنا عن طريق القرآن، صح، أي حاجة هتسهل عليهم، لإن إمم، هو طالما الشخص حَب ربنا هيبقى أكيد، حابب إن هو يعمل أي حاجة علشانه. بس. أكيد طبعًا، أكيد. طيب عايزاكِ تقولي لي تأثير الكلام السلبي على اللي بتحاول تلبس محتشم بقدر الإمكان، يعني مش لازم نقول كلام سلبي لحد بيحاول، يعني طول الوقت بالضبط. الناس بتحاول، فأنتِ برضه يعني عايزاكِ تقولي لي أنتِ لمّا اتعرضتِ للكلام السلبي ده، أثّر عليكِ في الأول بالسلب والّا الإيجاب؟ واجهتِ ده مثلًا إزاي برضه؟ حسيتِ في لحظة إن مثلًا الكلام ده هيخلّيكِ إن أنتِ تضعفي أو الشيطان بقى هيفضل يلعب في الحتّة دي بحيث إن أنتِ ترجعي خطوة لورا؟ لإن في زي ما قُلت لِك بنات كتير فعلًا والله بتبقى عايزة تاخد الخطوة، اللي بيأثّر فيها بقى الكلام. لأ، أنتِ بقى تعملي لنا ست الشيخة، لأ، أنتِ الفستان ده عامل زي الأمهات، الكلام اللي هو يخلّي الواحد مُحبَط. أيوه فاهماكِ. هو أكيد، أكيد الكلام بيضايق، بس يعني أنا الكلام كان بيضايقني، بس لمّا بدأت إن أنا أفكّر في إن هو فعلًا اختبار إمم، وإن ربنا بيختبرني في اللحظة دي، فالموضوع بقى أسهل كتير عليّا. و وبرضه بافتكر إن يعني البيئة اللي أنا فيها يعني صحابي وكده القُدام كانوا برضه يعني إمم، في فرق مثلًا ما بيننا في الحتّة دي، أنا دلوقتي مثلًا هُم يعني ربنا يهديهم هُم لسه برضه يعني إمم، بيتعرّفوا عن ربنا، إمم، فإن هُم مثلًا يقولوا لي حاجة زي كده عادي، يعني إحنا ربنا إمم، خلقنا مختلفين في درجات الإيمان، إمم، فعادي المفروض إن أنا أتقبّل ده، إمم، بس. تمام. طيب أنتِ مثلًا إيه هدفِك من الحجاب؟ كل واحدة عندنا كده عندنا يعني أنا ذات نفسي حاطة هدف، فلانة حاطة هدف، أنتِ بقى كشهد، إيه هدفِك من الحجاب؟ إن أنا أكون من ال7 اللي بيظلّهم ربنا يوم لا ظِل إلا ظِلُّه، اللي هو بيكون إمم، منهم شاب نشأ في طاعة الله. إمم، فأنا بصراحة حسّيت إن أنا مش حابة إن أنا أضيّع الفرصة دي، يعني يوم القيامة هيكون الشمس قريّبة جدًا مننا إمم، و50,000 سَنة، فحاسة إن أنا مش هاقدر إن أنا بصراحة إمم. يعني أعيش اليوم ده غير وأنا يعني تحت ظِل عرش الرحمن يعني إن شاء الله.
شاء الله. بس وفكرة إن أنا باتقرّب برضه لربنا بيه وإن هو فرض. إمم. بس. تمام. طيب أنتِ مثلًا كل واحدة لينا حاطة معايير كده لاختيار الزوج بقى زوجها يعني الزوج أيوه. الصالح، أنتِ بقى زمان أنتِ حاطة معايير هي بتاعة دلوقتي والّا أكيد أكيد لأ، برضه اتغيّرت؟ أكيد لأ، يعني أنا باحمد ربنا إن أنا يعني ما أنا اخترتش حاسة إن إحنا بسبب. يعني المعايير بتاعتنا تحسّيها صعبة مع إن هي حاجة بسيطة، بالضبط يعني يعني. في اختيار الزوج أو كده تحسّي لأ هو أنتِ عشان مثلًا مختمرة فلأ، اللي هو عادي لو جالِك واحد حتى ما بيصلّيش وواحد عادي فتوافقي، اللي لأ، هو لأ لأ، يعني مش هنبقى مع بعض هنضرب بعض كده. أنتِ لمّا تتعرّفي على الدين أكتر إمم. هتلاقي بقى مثلًا الشخص اللي مش عايز مثلًا مختمرة، كان الأول بالنسبة لِك ده عادي، اللي هو عادي إمم. واحد مثلًا هيتجوّز واحدة مش مختمرة، لكن أنتِ دلوقتي لو مثلًا جالِك واحد مثلًا كده إمم. يقبل إن هو ده عادي، أنتِ هتحسّي إن هو في حاجة غلط، إن هو لأ، إمم. يعني الدين ما فطرناش على كده، الدين فطرنا على إن الشخص يعني بيخاف على زوجته وبيبقى إمم. حابب إن هي تكون لابسة حجاب شرعي وإن هي هيكون في إن هي تكون مستورة، مش هيبقى حابب إن هو يكون ماشي جنبها وهي مثلًا كده، إمم. فاهماني؟ إمم. بس. تمام. أنا برضه لاحظت كتير جدًا من المشاهير والبلوجر بدون ذكر أسماء، أخدوا الخطوة دي بعد معاناة يعني، فاهمة قصدي؟ فأنتِ أكيد برضه بتشوفي إن دلوقتي شكل الخمار والفكرة نفسها ما بقتش زي زمان، يعني مثلًا زمان كان بيتهيأ لنا الخمار اللي هو إيه، سوري في الكلمة، اللي هو بتاع أيوه. جدتي كان الشكل بتاعه ما كانش زي دلوقتي، فتفتكري ده فعلًا ساعد بنات كتير إن هو إحنا بقى من ضمنهم، إن إحنا لأ، بقينا عارفين شكله فحبيناه فنلبسه هيبقى شكله حلو عليَّ؟ بالضبط، في ناس كتيرة يعني حبِّت الشكل ده أكتر فالتزمت بيه، إمم. بس أنا بالنسبة لي بصراحة كانت تجربتي يعني أنا عكس كده، إن أنا لمّا أول ما اتحجبت برضه كنت لابسة الخمار اهم. الفرنسي، بس لقيت إن أنا يعني حابة إن أنا بقى بعدها أحط makeup وابتدي بقى إن أنا إيه، لقيت إن أنا باقع خطوات لورا، إمم. فلمّا فهمت نفسي وفهمت إن أنا يعني حابة إن أنا يكون شكلي بس حلو، فوقفت كده واقفة مع نفسي قُلت لأ، يعني إحنا بنرضي ربنا، يعني إمم. حتّة الشكل دي مش مهمة. إمم. دي تيجي بعدين، أهم حاجة إن إحنا دلوقتي نرضي ربنا ونلبس الزي الشرعي أيًا كان بقى خمار فرنسي أو إمم. طرحة عادية أو أي حاجة، لو شكلنا بقى حلو بعدها تمام، لكن الأساس إن إحنا نرضي إمم. ربنا. أيوه صح. بس. طيب في بنات بتبقى مثلًا لابساه بما إنِّك ذكرتِ حتّة الmakeup وكده بنحاول نتخطاها إمم. واحدة، واحدة. بس أنا باشوفهم طَب أنتِ لابسة وسترة نَفْسِك واحتشام وبتاع، إيه بقى لازمة الأكليريك، إيه لازمة ما أعرفش الlenses، إيه الرموش ما أعرفش فتحسّي إن أنتِ كده ده أنتِ ظهرتِ بقى الحلو أكتر ما أنتِ فاهمة قبل أيوه. الخمار، فأنتِ بتشوفي إزاي الموضوع ده من وجهة نظرِك؟ باشوفها خطوات شيطان بصراحة، لإن إمم. هي المفروض تبقى يعني تحاول على قد ما تقدر تستوعب إن الحجاب المفروض بيغطي الجمال ده، إن هو إمم. المفروض بيكون ده تحت ما الحجاب. تقعد تقول لِك لأ أصل أنا شكلي ما أعرفش إيه وهاطلع وشكلي عيني بهتانة، أنتِ ما فاهمة الفكرة؟ أيوه فاهماكِ. فهُم بيقولوا إحنا لسه، يعني إحنا بنسعى، بنجاهد وبنحاول طول الوقت. آمم، فأنا بابقى شايفة إن هو على مش موضوع شيطان، يعني إحنا ما دخلناش جوّه النيّة، أنتِ فاهمة قصدي؟ طالما هي حاطة في بالها الموضوع إن هي تدريجيًا هتقِل الmakeup تدريجيًا هتشيل الlenses فدي يعني ممكن إن الواحد يساعدها في ده. أيوه بالضبط. فاهمة الفكرة؟ لكن أيوه. في ناس بقى يعني مثلًا أنا باشوف في كومنتات كتير لبعض البلوجر برضه أو الناس المشهورة أخدت الخطوة دي، بيقعدوا يقولوا لك كومنتات في منتهى بُصّي الخطورة، أيوه. أنتِ لأ يبقى كده أنتِ مش مثمرة، لأ أنتِ كده طالعة تاخدي هي مش تصوير. ملاك، هي بني آدم عادي، إمم. فأكيد كلنا لينا أخطاء، ما فيش حد يعني هيحب إن حد يبقى واقف يعني مستني له أي يعني غلطة. مثلًا هي دلوقتي بنت عادية جدًا، عايزة تاخد الخطوة دي، بس ما تقدرش تستغنى عن الmakeup، أنا هالبس الخمار وكل حاجة بس هاحط makeup، آآ أنتِ بقى تقولي لها إيه؟ كشعر. هاقول لها تلبسه وتدعي ربنا إن هو يكرهها في الmakeup وكده، وتحاول إمم. على قد ما تقدر وتجاهد نفسها، و وتفكّرها بالآية اللي بتقول: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا." إمم. يعني ده وعد من ربنا إن أنتِ طول ما أنتِ بتجاهدي ربنا هيهديكِ الطريق الصح، إمم. فأنتِ تحاولي على قد ما تقدري وتدعي ربنا، يعني ربنا هو اللي قادر في لحظة إن هو يكرهِك في الmakeup ويكرهِك إمم. في كل ده. تمام يا شهد. طيب عايزاكِ برضه تقولي لي أنا أمّا عرضت عليكِ الفكرة دي،
إيه اللي شدِّك في الفكرة، أو أنتِ حبيتِ مثلًا إن أنتِ تيجي تشاركي هنا، إيه اللي أنتِ عايزة توصّليه للبنات أو الستات أو أي بنوتة بتسمعنا لسه ما خدتش الخطوة دي؟ إن هي فايتها بجد خير كتير جدًا، وإن بجد يعني ما فيش حاجة تساوي إن هي تبقى حاسة بتوفيق ربنا، وإن هي تبقى حاسة إن ربنا راضي عنها في كل حاجة، لإن هي عاملة اللي ربنا طالبه منها. ف فبصراحة باحس إن الشعور ده ما إمم. يتقارنش بأي حاجة، صح. وإن يعني إحنا ممكن نكون بنضيّع الجنة بحاجات يعني ما تساويش أي حاجة. فكرة اللبس وكده والmakeup والaccessories، كل دي حاجات ما تساويش حاجة في الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. فهُم هييجوا يقولوا لِك مثلًا ما هو مش بالحجاب. لأ، فاهمة؟ هو الإيمان قول وعمل، فهو أنتِ إمم. لازم تورّي ربنا أنتِ بتضحّي بإيه، ولازم تورّي ربنا أنتِ بتتركي إيه. إمم. يعني الصحابة زمان كانوا بيتركوا أهلهم وكانوا بيتركوا إمم. بيوتهم وبيهاجروا مع النبي، فأكيد إحنا يعني نحاول على قد ما نقدر إن إحنا يعني نبقى زيّهم ونهاجر المعاصي برضه، إمم. إمم. بس فالإيمان لازم ليه لازم قول وعمل، ما ينفعش أقول إمم. إن أنا إيماني في قلبي، لأ، أنتِ لازم تورّي ربنا صدق العمل ده، إمم. ولعله يتقبّل أصلًا، فاهمة؟ أيوه، أيوه. يعني أنتِ مع فكرة لمّا إحنا يعني أنا أمّا مثلًا جيت لبست الحجاب أصلًا، عادي لابساه عشان كده وخلاص، ما كانش في دماغي اقتناع أو ده فرض، لأ زي أي حد إحنا بنلبس وخلاص، أنتِ فاهمة؟ يعني أهلنا ما كانوش واعيين كفاية إن هُم يعني يوضّحوا لنا النقطة دي، أيوه. فكل ما الواحد بيكبر بيسمع بقى عن الحجاب حاجة زمان، وبعد فترة بتسمعي عن الحجاب حاجة تانية، أنتِ فاهمة قصدي؟ فأنتِ كنتِ حاكية لي إن زمان أنتِ كنتِ بتسمعي حاجة خاصة بالحجاب، ودلوقتي يعني فكرتِك اتغيّرت في النقطة دي، فاشرحي لنا يعني عايزين نفهم يعني أنا زمان كنت مقتنعة قبل ما أتحجّب إن يعني كنت باسمع كتير ناس بتقول إن الشيوخ زمان أبنائها كانوا مش محجّبين، فأنا مش هاتحجّب بقى. إمم. فيعني أنا مش يعني لمّا باقعد أفكّر بقى في تفكيري زمان، طَب هو أنتِ كنتِ بتاخدي الشيوخ قدوة ليه أصلًا؟ يعني هو أنتِ إمم. القدوة بتاعتِك النبي والصحابة، إمم. ليه واخدة الشيوخ قدوة؟ الشيوخ عادي بني آدمين ممكن تغلط عادي، إمم. ممكن هُم ما كانوش حابين إن هُم يغصبوا أولادهم، ممكن هُم كان مفهومهم خاطئ عن الدين لأ، عادي. وأنا كنت بابقى شايفة زمان ما كانش محجبات، قليل أوي أو ما باعرفش بيبقوا لابسين كده طرحة، بالضبط. فاهمة قصدي، فعادي، بنطلونات فعادي وحاجات. كل واحد وإيمانه وكل واحد ومفهومه عن الدين. إمم. طب ما إحنا دلوقتي بنلاقي ناس كده، إمم. فهل الجيل بقى اللي هييجي بعدنا هيقول طب ما فيهم ناس كده يعني؟ أيوه، في ده وفي ده فعلًا. بالضبط. إمم. بس إمم. فبالنسبة لي ده بصراحة كان شُبهة رهيبة، فلأ يعني الشيوخ مش مقياس لأي حاجة، إحنا المرجعية بتاعتنا الأساسية هي القرآن والسنة، فالمفروض إن إمم. إحنا نشوف أي حاجة عامةً مش الحجاب بس، هل القرآن قال كده والّا لأ؟ قال كده يبقى ده فعلًا أمر شرعي، ما قالش كده يبقى ده لأ، إمم. يعني ما لهاش أساس من الصحة. أيوه، أيوه. تمام. طيب أنتِ يعني ناوية بعد أمّا تخلّصي إن شاء الله وتتخرّجي يعني تشتغلي إيه؟ موهبتِك إيه صح؟ يعني ما قُلتلناش برضه. يعني أنا باحب أوي العلوم الشرعية وكده، إمم. فحابة يعني إن شاء الله إن أنا يعني ممكن أكمّل في الكلية يعني دراسة شريعة. إمم. ما شاء الله. مش بتفكّري مثلًا إن أنتِ تعملي دروس توعية بخصوص بقى موضوع بقى الحجاب وإزاي نواجه بقى الشيطان وإزاي نتخاطى الأخطوات، يعني مش بتفكّري شايفاكِ أوي إن أنتِ ما شاء الله يعني فاهمة الحتّة دي أوي، يعني أصغر داعية مثلًا، ليه ما بتفكّريش مثلًا تدوسي في النقطة دي أو الحتّة دي يعني؟ هو أنا باعمل كده فعلًا، بس يعني باعمل كده دلوقتي على مستوى صحابي إمم. والناس القريبة منّي جدًا، لحد ما ييجي لي فرصة أحسن إن أنا بقى يعني إمم. أقدر إن أنا يعني أنشر العلم ده. قدرتِ إن أنتِ تأثّري في حد أو تكوني مؤثّرة لحد لقيتيها عشان أنتِ خدتِ خطوة الخمار sorry، فأنا اتحجبت زيِّك يا شهد، حد جه قال لِك كده؟ الحمد لله يعني في كذا حد، إمم. بس هو يعني في الأول وفي الآخر ده بفضل ربنا، يعني هو أيوه، بس ربنا. إحنا بتحسّي بنبقى سبب، أيوه بالضبط، فاهمة ربنا هو قصدي؟ اللي بيسبب السبب. يعني أنا في مثلًا بنات كتير بتوقفني في الشارع، الله الخمار ده منين وأنتِ تبقى لابسة طرحة عادية، أيوه مثلًا. أقول اسم البراند يعني باكسّبهم بقى مش مشكلة. أقول لها مثلًا من براند كذا، تقول لي: "تمام، طب أنا عايزة آخُد خطوة الحجاب بس داخلة الكلية وفي الشارع كل ده، طب أيوه، هاتي رقمِك بقى حصلت معايا ونحكي كذا لمّا مرّة. أروّح." بس آخُد رقمها عشان إحنا بس في الشارع ومش هينفع إن أنا أيوه. أتكلّم يعني.
وفعلا بتواصل معاها وبقعد اقول لها اعملي 1 2 3، يعني استخيري ربنا، استفتي قلبك، سيبك من اي حد. يعني انا يوم ما قررت انا فاجئتهم، فاهمه قصدي؟ بس انا من قبلها كنت بجهز نفسي لده، وسعت لبسي، طولت الطرحه كنت سايبها كده بتاع، فمؤهله لده، فهمتي فاهمك. قصدي؟ بس لما اتحطيت في الموضوع، لا، الاول والاخير والدعم بعد ربنا سبحانه وتعالى اختي واهلي، امي، فاهمه أيوة الفكره؟ ما شاء الله. فالناس مش بتبص لكده، بتبص الناس هتشوفني ازاي. أيوة. لا، انتوا شوفي بقى ربنا هو اللي هيبقى شايفك ازاي، ده انت بتعدي درجات كبيره جدا اللي هو محدش اصلا هيقدر يوصل لك. يعني يعني معظم الشباب او الولاد بيخافوا مننا، بالظبط. مش بيخافوا عشان الشكل، هو لا، الحته دي جوهره كده، فلا ما تجيش جنبها، هتيجي هتتعور يعني. ف... فعايزاكي برضو آم، توعي البنات، وقولي لهم كده يعني رسالة نصيحة، آم، الحاجة اللي انت وقعتي فيها هم ما يقعوش فيها، فاهمة قصدي؟ بما اننا احنا خلاص يعني مرينا بالتجربة دي، فتعرضنا لحاجات كتير جدا ومواقف كتير جدا، فانت تقولي لهم ايه بقى؟ اهم حاجه البيئه اللي حواليهم ما تبقاش دايما تكون يعني ناس مش محجبه او كده. عادي ان هم يبقى عندهم صحاب مش محجبين، بس لازم يكون مم. ليهم كومفورت زون، ناس محجبه هم بيقعدوا معاهم وبيلاقوا مم. ان هم تفكيرهم يعني نفس التفكير، مم. وبيشجعوهم. لان احنا لما بنكون مثلا وسط مجموعه او كده غصب عننا بنتصرف زيهم. مم. يعني ممكن انت مثلا صح. تبقي قاعده مع جروب مم. وتحسي ان هم مثلا داخلين التويليت مثلا يحطوا ميك اب وكده، فانت تلاقي نفسك دخلتي وانت اصلا لو انت لوحدك انت مش هتعملي كده، مش هتحطي ميك اب. مم. فده بيرجع لان انت المفروض يعني تحاولي على قد ما تقدري تخلي حواليكي ناس شبهك. مم. إيه، ولو حواليكي ناس شبهك هي هيشدوكي برضو، بس الصحبة هيشدوكي الصالحة، أنا بالظبط. صح، الصحة والصالحة دي دي يا اهم حاجه لهوي، بجد. دي بجد كانت نقلة في حياتي بجد والله. يعني أنا غيرت منهم ايوه. بصراحة، يعني لقيت نفسي في وسطهم، مش اللي أقل منهم في حاجة، بس عن جمالهم، البنات أمارات اللهم بارك ومنتقبة وبتاع، فأنا حبيت منهم الموضوع ده، ففعلا الصاحب ساحب. ايوه. ف... فأنت احكي لنا يعني الصحبة الصالحة في حياتك إيه يعني؟ غيرتك، شجعتك؟ هي كانت سبب للثبات ليا بصراحه صح. يعني. مم. يعني اول ما اتعرفت على حد من صحابي وكده هي كانت بجد سبب مم. للثبات ليا. وكنت قبلها يعني بقع كتير قوي في حته اللبس، بس هي كانت يعني شخصيتها في الحته دي حاسمه مم. جدا، واللي هو لا الحته دي بالنسبه لها ما فيهاش هزار. أيوه أيوه. فانا اخدت بصراحه الموضوع ده منها، وبدات مم. ان انا يعني اتطبع بطبعها في الحته دي. مم. بس فمن ساعه ما اتعرفنا على بعض وانا بدات ان انا بقى ايه، مم. الميك اب لا، الطرحه ما فيش فيها نقاش، هو لا هتبقى كده. أيوه أيوه. برضو انا كانت برضو موقف حصل معايا. انا يعني كنت بسمع اغاني زمان حتى وانا اللي هو حجاب عادي يعني، بس وانا محجبه اخدت قرار ان انا ما اسمعش لوحدي كده. انا كنت بدعي ربنا كتير، انا مش عايزه اسمع اغاني تاني وبتاع، يعني متقلب المواجع على نسمعها يعني. ف فسبحان الله في يوم وليله بقيت اكرهها. فالموضوع ده قبل ما البس اصلا الخمار بسنتين انا ما بسمعش اغاني. فالفكرة اللي هنا الواحد بيجاهد، حتى لو انت مش موضوع ان انا ابقى مختبرة، فاجاهد نفسي برضو، دي خطوة كمان. بس انا قصدي ان مثلا ليه احنا ما نعملش ده برضو، حتى لو انا محجبة عادي، حتى لو انا بشعري عادي. بالظبط. انت فاهمة الفكرة؟ انا بشوف والله العظيم بنات شعرها بس ما شاء الله بجد ما بتسمعش اغاني، لبسها واسع، يعني كل حاجة ما شاء الله على اكمل وجه، بس فاضل بس التكة اللي هي الزقة بتاعت الحجاب دي، ربنا يا رب يسخرهم ليها يا رب، يسخرهم ليهم. ففي بقى صاحبتي دي من ضمن الصحبة الصالحة يعني كلامنا. دلوقتي انا بنزل اللي هي الستوري بتاعتي، فبيبقى فيها الموسيقى، انا يعني اللي هو ايه لسه همسح الشيطان بقى بنزلها، تيجي بقى تتصل بيا ايمان امسحي دلوقتي عدالي بعد ما يصور، فبتبقى حاجة حلوة يعني، غير حد عادي اللي هو تنزلي يا ستي يلا منزلي حبيبتي مهرجانات وبتاع. يعني انا بكلمك هنا الصحاب بقى، بالظبط، فاهمة وبيشدوكي قصدي؟ للطاعة. يعني مثلا انت ممكن تشوفي ستوري حد بقى مثلا يعني مم. بيسمع اغاني او كده، فانت تلاقي نفسك انت وقعتي، تلاقي نفسك ضعفتي. مم. فلو حد مثلا صحبة صالحة هتحسي ان هو لا، يعني مفيش صح. اصلا المجال ان انت تشوفي حاجة زي مم. كده. مم. ف... كلنا بنقلد بعض في الحاجة الصح، في بالظبط. الحاجة اللي ترضي ربنا. بالظبط.
اللي ما بتصليش فنعينها ان هي تصلي، فاهمة الفكرة؟ بالضبط. فدي حاجة حلوة. فحتى ربنا قال لنا: "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون مم. وجهه." يعني ربنا بيوصيكِ بده، يعني في سورة الكهف اللي إحنا بنقرأها كل أسبوع، مم. علشان ده حاجة أساسية تبقى في أسبوعِك، إن أنتِ لازم تختاري الناس اللي أنتِ بتقعدي معاها إن هي مم. تكون فعلًا ناس بتذكّرِك بربنا وناس بتشدِّك للطاعة. مم. بس وبيقول لِك واصبر نفسك، لإن هي حاجة محتاجة صبر، يعني إن أنتِ تقعدي مع حد بيذكّرِك دايمًا بربنا وبيعينِك دايمًا على الطاعة، وتسيبي الناس التانية، دي حاجة مش سهلة إطلاقًا، صح. فربنا بيقول لِك لازم صبر. إمم. بس. أنتِ بقى بتقولي تاخدي دروس وتحضري بقى مبادرات وكده، بتسمعي لمين؟ يعني podcast الحاجات دي؟ يعني باسمع لفاضل سليمان، هو ده أول حد أنا سمعت له الصراحة يعني إمم. التدبُّر بتاع القرآن، لإن هو يعني بيشرح القرآن آية، آية، فاهمة؟ إمم. فهو بصراحة أكتر حد فرَق معايا. إمم. و وباسمع بقى يعني دروس متفرقة كده لعلاء حامد، أمجد. حضرت له كذا حاجة وخدت معاه كذا مبادرة برضه يعني. أيوه جميل جدًا. إمم. وأمجد سمير إمم. وأحمد عامر وكده. إمم. يعني دلوقتي لو واحدة عايزة تاخد الخطوة دي، بس هي مش مستعدة، إيه بقى الحاجات اللي المفروض تعملها تخلّيها إن هي تساعدها إن هي تاخد الخطوة دي، مش بسرعة، إمم. بس اللي هو إيه، أنا جايبة الخمارة وحاطاه قدّامي علشان يوم ما أنوي أبقى ألبسه، أنتِ فاهمة أيوه الفكرة؟ فاهماكِ. فإيه اللي يساعدني إن أنا آخد الخطوة دي وأنا كده مرتاحة من غير ضغوطات، من غير تأثير من حد، أنا عايزة آخد الخطوة دي وأنا مقتنعة اقتناع تام. هو بالضبط. طبعًا ما فيش اقتناع، أيوه. يعني بس إحنا بنتكلم للبنات اللي بتقول أنا عايزة ألبسه وأنا مقتنعة، إمم. فاهمة الفكرة؟ ما فيش حاجة غير القرآن بجد، بجد إمم. يعني هي إن هي تسمع كده عن ربنا و وتشوف مواقف ربنا في القرآن، وتشوف مواقف ربنا معاها هي شخصيًا، وتراقب يعني مواقف ربنا معاها إمم. ولطف ربنا بيها يعني، و وتبُص بقى يعني للكون حواليها إن هي إحنا عايشين هنا مجرد 70 سنة، 60 سنة، وفي ناس إمم. بتموت قبل كده. إمم. لكن هنعيش في قبرنا آلاف السنين، يعني يوم القيامة مدته 50,000 سنة، يعني إمم. هنخلد يا في الجنة يا في النار والعياذ بالله. إمم. ف فالموضوع مش مستاهل كل ده، فاهمة؟ إمم. يعني هم كام سنة، فنحاول إن إحنا نقضيهم في طاعة ربنا، بس. أيوه، أيوه. طيب أنتِ برضه تقولي لها إيه، يعني أنا دلوقتي أهو جاية لِك أنا عايزة ألبس الخمار، بس أنا مش عارفة يعني عايزة حاجة تساعدني إن أنا ألبسه، أعمل إيه؟ هاقول لها: حاولي إن أنتِ تحبي ربنا أكتر، يعني وتورّي ربنا إن أنتِ بتتركي حاجة علشانه. إمم. يعني لازم يعني اختبارِك كلّه في الموضوع ده، اختبارِك كلّه في الحجاب، إن أنتِ تتركي حاجة لربنا، فورّي ربنا ده، يعني هو ربنا جايبِك الدنيا وعارف إن أنتِ بتحبي شعرِك، عارف إن أنتِ بتحبي الزينة. بس يا شهد شغل. ما هو ربنا مش هيأمرِك بحاجة إمم. فيها ضرر ليكِ، فاهمة؟ إمم. لو صح. شغلِك ده يعني لو الحجاب عطّلِك عن شغلِك، فأنتِ شغلِك ده من الأساس فيه حاجة غلط، فاهمة؟ إمم. أو الحجاب بيحميكِ منّه، أو يعني الناس اللي أنتِ بتشتغلي معاها مش كويسة، لإن ما فيش حد كويس هيمنعِك إن أنتِ تعملي فرض ربنا وإن أنتِ تعملي طاعة ربنا، إمم. بس. إمم. تمام. بمناسبة الشغل أنا برضه والله العظيم بجد يمكن أنا لمّا لبست اللهم بارك لأ، يعني لأ حلو، بالضبط. يعني حلو جدًا بالعكس ده كان وشّي حلو عليَّ، بالضبط. يعني وأنا لابسة ما شاء طرحة الله كانت عليكِ، مقرية على جميل وشّي جدًا. يعني فلأ أنا باتكلم في حتة يا جماعة طب ما أنا باشتغل أهو عادي، أيوه. فاهمة الفكرة؟ بالعكس ده ما ربنا. أثّرش خالص عليَّ في حتة بتاعة التقديم الإذاعي أو الإعلامي أو في المجال بتاعي بتاع الإعلام بالعكس، يفتح لي سِكَك كتير ويفتح لي فرص كتير، فاهمة الفكرة؟ الكون كله أصلًا بتاع ربنا، فربنا يسخّر لِك أي حاجة أنتِ عايزاها، إمم. فاهمة؟ ففكرة إن أنتِ تبقي خايفة من حاجة لأ، يعني أنتِ تدعي ربنا إمم. والحاجة دي لو فيها خير ليكِ ربنا طالما أنتِ بتطيعيه وكده، ربنا هيجيبها لِك عادي، إمم. فاهمة؟ هيهيأ لِك الأسباب اللي أنتِ ما تتخيليهاش حرفيًا لحد ما تنفع، إمم. فاهمة؟ إمم. بس يعني فكرة إن أنتِ تبقي بتطيعي ربنا هتلاقي التوفيق في كل حاجة مش في الشغل بس. إمم. إمم. تمام. بس. طيب بُصّي في مجموعة من البنات اللي مش محجبات بيقابلوا برضه عواقب اللي هو إيه، بعض البنات الملتزمة بتقابلهم بنظرة فيها يعني اللي هو عشان أنتِ بقى مش محجبة عارفة أنتِ اللي هو أيوه. أنتِ
يعني بيحسسوهم ان هم مش الناس مش كويسه فيهم حاجه غلط. ف... فانت هنا يعني تعرضتي للموقف ده، قابلتي بنت بشعرها، نصحتيها، تقبلت ده، بتبصي لهم ازاي، بتشوفيهم ازاي؟ الفكرة كلها إن المفروض إن الملتزمة تكون فاهمة إن ده توفيق من ربنا، يعني هو مش مم. مقدرتها. فإن هي تبقى كده ده حاجة ربنا وفقها ليها. وممكن اللي في شعرها دي ربنا يوفقها وتسبقك أصلا عشان تقف، فاهمة؟ فأنت مم. مش المفروض إن أنت تبقي شايفاها أقل منك. بالعكس أنت المفروض إن أنت يعني تحاولي على قد ما تقدري إن أنت لان احنا تشديها معاكي. في يوم من الايام طب ما احنا كنا بالظبط. كده يعني، بس بالظبط برضه يا أيوه. جماعه مش أيوه. معقوله يعني. مم. بس فهي المفروض إن هي يعني تنصحها، بس في نفس الوقت تاخد بالها. لو أنا دلوقتي واحدة، أنا يعني عارفة إن أنا لمّا باشوف مثلًا حد كده أنا باتفاجئ إنه بارجع خطوات لورا، مم. فيبقى لازم آخد بالي إزاي هانصحها من غير ما في نفس الوقت أرجع خطوات لورا، مم. فاهماني؟ مم. يعني برضه أحافظ على نفسي وأحاول إن أنا يعني أنصحها وأفيدها من غير ما يعني مم. الموضوع يأثّر عليَّ، بس. ايوه ايوه. أم... طيب انتي برضو كشهد، أم... لما كنت بشعرك إمم. قابلتي بقى موقف ينعكس عليه، يعني حصل لك نفس الموقف ده؟ حد كان مثلا ملتزم او منتقب بقى، كان انا زمان كان بيقابلوني كتير في الشارع، أيوه. كنت ببص لهم من تحت عشان انا كده يعني. انتي تعرضتي للموقف ده؟ هو أنا بصراحة أنا اللي كنت يعني أنا كنت البنت اللي في شعرها اللي مش باحب بقى إن حد ينصحني وإن حد مم. يكلمني في الدين. فكان عندي قريبتي اللي هي أصلًا رشحت لي يعني تدبُّر القرآن مم. وكده. كنت كل ما باشوفها اللي هو ما كانش في ما بيننا أي كلام، لإن هي كانت بالنسبة لي البنت الملتزمة اللي كل ما آجي أسلِّم عليها هتكلمني في الدين. مم. فكنت أيوه، هتقرفني. واخدة فكرة عنها إن هو لأ يعني. بس فهي الحمد لله هي برضه كانت يعني مم. بتنصحني وفي نفس الوقت بس حريصة. بالطريقة حلوة، أيوه. كل ده يعتمد على الطريقة. بالضبط، مم. وحريصة على إن هي ما ترجعش برضه خطوات لورا، فاهمة؟ مم. لإن أنا ممكن يعني أنا دلوقتي واحدة ما عنديش مثلًا يعني خبرة في الدين، ممكن أروح أسألها أسئلة أشكّكها هي في دينها، فاهمة؟ مم. فلازم الواحد برضه يكون واخد باله من ده، إمم، بس. أيوه، أيوه. يعني كل ده مُعتمد على الطريقة، مش معنى إن أنا بقى عشان بس مش عارفة إيه، فاوقّف بقى أم لا بالضبط. إله إلا الله تقول لها أنتِ متبرّجة أيوه. وأنتِ مش عارفة هتخشي بالضبط. النار. ما يمكن اللي بشعرها دي يعني ما بتنام مش زيِّك، بالضبط. بتعمل خير، برّه بأهلها، محبوبة، بتصلّي، ما برضه أنتِ طبعًا إحنا مش بنبرّر اللي بشعرها يبقى الناس كلّها تبقى بشعرها يا جماعة لأ، إحنا هنا بنوضّح إن إحنا يعني طريقتنا تبقى كويسة مع أي بنت حتى لو هي شايفانا مش محجبة، لا يمكن هي في بالها بس لسه ربنا ما أذنهاش. زي ما أنا باقول لِك أنا والله في يوم وليلة أنا مش مرتبة، بالضبط. أنا نمت صحيت اتصلت عايزة دلوقتي الخمار بس، بالعكس أنتِ فاهمة؟ لمّا تدعيها بطريقة كويسة، هي ممكن لمّا ربنا يهديها كل ده يصُب في ميزان حسناتِك. طبعًا، إمم، فأنتِ صح، المفروض إن أنتِ تحاولي على قد ما تقدري طريقتِك تكون كويسة، وتحاولي إن أنتِ يعني تدعيها بطريقة كويسة، لإن إمم، أنتِ إمم، لو عملتِ عكس كده هي هتنفُر منِّك وهتنفُر من الدين كُلّه. إمم. تمام. طب يا شهد أنتِ دلوقتي عايزة تقولي، عايزاكِ بُصّي توجّهي رسالة للبنت المحجبة والبنت اللي لسه ما خدتش خطوة الحجاب، تقولي إيه لدي وتقولي إيه لدي؟ يعني البنت المحجبة أقول لها إن هي تحاول إن هي تثبت، وإن هي فعلًا على الطريق الصح، وإن تاخد الصحابة قدوة ليها، والسيدة عائشة والسيدة فاطمة، وتحاول على قد ما تقدر إن هي ما تتأثّرش بأي حاجة حواليها مهما كانت الناس بتتنمر عليها، مهما كانت الناس بتأذيها وكده، فتحاول إن هي تحتسب وتصبر لربنا. والبنت اللي بشعرها أقول لها برضه تحاول على قد ما تقدر إن هي يعني تقرّب وتحاول إن هي تحب ربنا أكتر وكده، وتعرف عن ربنا وإن هو بجد مش هيفرض علينا حاجة غير وهي فعلًا فيها مصلحتنا، وإن هو بجد يعني خير كبير جدًا، جدًا وتوفيق كبير جدًا من ربنا، وإن هي إمم، لو بدأت فيه هتكسب محبة ربنا، ودي يعني حاجة إمم، صح، يعني تستاهل إن إحنا نترك أي حاجة تانية علشانها، بس. أكيد طبعًا. أنا والله يا شهد بجد يعني سعيدة جدًا باللقاء ده واتبسطت جدًا و وأنا كمان والله. ونورتيني والله، ربنا ويا رب، يا يخلّيكِ. رب يجعل العمل ده كده يعني مُخلص اللهم آمين. لله
وتبقى يعني نقدر إن إحنا على الأقل يعني نخلّي بعض البنات إن هي على الأقل تاخد خطوة إن هي على الأقل تفكّر في موضوع الحجاب ده. وربنا يا رب يرزقنا ويرزقهم الحجاب اللي ربنا يرضى عننا فيه. باشكرِك جدًا ونورتيني وأتمنى إن أنتِ تكوني والله النهارده اتبسطت جدًا. اتبسطتِ. نورتيني يا شهد، شكرًا جدًا وأنا ليكِ وشكرًا لكل اللي بيسمعونا، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وضيف جديد من بودكاست مبهج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.